السلام عليكم. النهارده هنعمل الكبده الاسكندراني او الكبده البلدي بطريقه سهله خالص، يا رب تعجبكم. معانا هنا كيلو كبده بلدي. بالاحسن انت تقطعها وهي مجمده عشان تعرف تقطعيها، وبعدين تسيبها تفك. اولا الكبده ما بتتغسلش يا جماعه، لان لما بتتغسل بتبقى زفره، عشان كده احنا هنعملها تتبيله الخل والليمون. هنجيب هنا حوالي 6 معالق خل كبار على الكيلو، ومعانا ليمونه كبيره، وهنحط البهارات العاديه: فلفل اسمر وكمون وكزبره وبهار لحم والملح. هنقلبهم كويس جدا، وهنفضي بقى الكبده اللي احنا مقطعينها شرايح في قلب التتبيله. الخطوه دي بتبقى جميله جدا فيها، بتديلها طعم كده جميل. هنجيب هنا على نار هاديه طبعا، هنحط فيها البصل ونبدا نعلي النار. هنجيب حوالي 6 بصلات على الكيلو، نديله لون صفاري كده، تبله بلون صفاري كده، وبعدين هطلعه لوحده في طبق لوحده. في نفس الطاسه هجيب فيها 4 فصوص ثوم مهروسين، طبعا مكان البصل، اشوحهم لغايه ما يبقوا صفاري كده عشان الثوم بيتلسع بسرعه. وبعدين هحط فيها الكبده، هديها تشويحه كده بالثوم لغايه ما تسرد كل الميه اللي فيها او كل التتبيله اللي فيها تنشف كده. هرجع بقى افضل البصل عليها اللي انا سايباه على جنب، وهجيب هنا معانا الشطه بقى بتاعتها اللي هي الشطه الخضراء. هجيب فلفل كده، قرن فلفل كبير، لان الكبده البلدي بتبقى تحب الشطه السبايسي. فجبت قرنين كده خضر وقرن فلفل احمر، فيهم قرن كده مشطشط شويه عشان يديها اللي هي اللسعه الحلوه ديت. وكده خلصناها، بقت بالشكل ده كده، كانت جميله جدا. بألف هنا، يا رب الوصفه تعجبكم. مع السلامه في الفيديو الجديد.